في الآن كأس الاتحاد الإفريقي وبس. إذا ضربة الجزاء ستنفذ الآن، يعني التأخر بنحو 5 دقائق أو أكثر. ضربة مباشرة بقيادة قائد الفريق هيثم مصطفى في تنفيذ هذه الضربة، ويسجل أول هدف لصالح الهلال. أول هدف لصالح الهلال طبعا، والحارس المعز محجوب يصلي يشكر الله سبحانه عز وجل على هذا التوفيق. طبعا في احتجاج من اللاعبين، في احتجاج من لاعبي فريق الاتحاد من هشام شعبان على هذه الضربة، ولو أنها نفذت وبنجاح من طرف القائد. الهدف الأول في المباراة لصالح الهلال السوداني. الكل كان يرشح الاتحاد الليبي. طبعا المباراة لم تنتهي بعد، ما زال في الكثير والكثير من أجل العودة في النتيجة بالنسبة لي